الفل. ظهرك بيوجعك وتعبت من المسكنات والادويه ومفيش حاجه بتريحك خالص وتحس في تنميل برجلك او حتى بدون تنميل، بس تحس ان المنطقه دي شاده قوي وماسكه وما انتش قادر تتحرك ولا قادره تحركي. هقول لك النهارده استرتشين وتمرينين سهلين جدا. اوعى تنسى انك تعمل لايك ومتابعه، ويلا بينا نقول لك ايه اللي هنعمله. اول حاجه دي هتريحك جدا. بصوا، ابقى نايم في وضع الجنين بالطريقه دي، همسك رجلي اللي فوق دي، بصوا رجليها الاثنين اهي، همسك اللي فوق هعملها كده عشان افك الضغط على العصب. بعد كده ايدي الثانيه هتبقى فين؟ هتبقى كده. بصوا هطلع بالطريقه دي واثبت ركبتي هنا واثبت هنا 20 ثانيه، الف تاني اهو واطلع كده واثبت 20 ثانيه او بالطريقه دي. طيب اعكس اهو بالطريقه دي اهو، اهو نايم اهو. بصوا رجلي اللي فوق هي اللي هتبقى نايم، ودي اهو بالطريقه دي، والف كده والف قوي 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 قوي. فانا كده بعمل ايه؟ واحاول كوعي ده يثبت هنا اهو بالطريقه دي. انا كده بعمل استرتش على المنطقه دي جامد جدا، فبفك الضغط. ادي ده اول شكل من الاسترتشات. طيب التمرين الاولاني، بصوا هبقى نايم وضع النجمه بالطريقه دي، ورجلي دي هتيجي بصوا كده اهو، هاجي كده واحد اهو، وبعد كده هاجي الناحيه الثانيه بالطريقه دي اهو، اجي كده يمين وشمال بالطريقه دي. طيب التمرين الثاني، رجلي هتبقى واسعه شويه، اعمل كده اهو ورجلي واسعه، ريح راسك عادي، وهجيب رجلي دي لفوق واثبت هنا 10 ثواني، وبعد كده هعكس رجلي الثانيه واثبت هنا 10 ثواني. هتحس ان المنطقه بتاعت الاليا دي بتشد جامد جدا. طيب الشكل الثالث، هنام على ظهري بالطريقه دي وهطلع بريدج، بصوا كده نايم مريح راسك اهو، وهطلع واثبت لفوق وازق قوي لفوق، ازق نفسي قوي لفوق وازق الاليا لفوق واشد عضلات بطني واخد نفس جامد جدا واكتمه في بطني. بعد كده اطلعه بالراحه من غير ما وسطي يقع. بعد ما بخلص ده هرجع للوضع الابتدائي، بس هعمله بقى بالشكل ده اهو، هعمل كده وامسك كده قوي واثبت قوي اهو، العكس بالطريقه دي اهو، هلف كده رجلي دي هتبقى هنا اهو، واريح راسك عادي واحط مخده، وبعد كده اعكس بالطريقه دي وامسك هنا واثبت في الوضع اللي بيوجعك 30 ثانيه. بعد ما بخلصت الشكلين دول والشكلين دول، هعمل بالطريقه دي وضع السجود وارجع لورا قوي واثبت واطلع ايدي لقدام. ده اعمله قد ايه؟ اعمله كل يوم، على الاقل كل يوم الصبح، هيفرق معانا جدا، مع ان انا اريح نفسي وان انا ما اعملش الاخطاء دي، ان انا ما اعملش حاجه جلوس طويل والكلام ده كله. لازم ركبتي متنيه، اما اشيل حاجه اشيلها صح. كل ده هيفرق معانا ومش هيجيب لي انزلاق غضروفي وهيريحنا جدا. ما تنساش تعمل متابعه عشان اللي جاي خطير. اني احبكم في الله.